بعد حادثة ميناء سيدي بوسعيد في تونس، الجزائر تحرك أسطولها البحري نحو السواحل التونسية، فما الغاية من ذلك؟ مباشرة بعد تعرض السفينة الأكبر ضمن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة في مبادرة دولية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني منذ سنوات، لهجوم ثاني بطائرة مسيرة حارقة قبالة السواحل التونسية، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. وتأكيد وزارة الداخلية التونسية أن الحادث ناجم عن عمل عدواني خطط له مسبقا. أفادت العديد من المواقع والصفحات الإلكترونية أن القوات البحرية الجزائرية بدأت بتجهيز أحد غواصات الثقب الأسود التي سترسو بميناء تونس، مجهزة بأحدث الصواريخ الهجومية لمواجهة أي تهديد خارجي جديد يهدد أمن تونس وحدودها البحرية مستقبلا. ويأتي تحرك البحرية الجزائرية نحو السواحل التونسية ضمن اتفاقية دفاعية مشتركة كانت قد وقعت في وقت سابق بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس التونسي قيس سعيد، والتي تنص إحدى بنودها على التدخل المشترك في وجه أي عدوان خارجي يهدد سيادة وأمن إحدى الدولتين.